شايفين قطعة هالكيك قد ايه مويست ونفسي توصلكم الريحة. بس قبل ما تشوفوا الوصفة ما تنسوا تشتركوا بالقناة، ومهم جدا تحطوا لايك للأورنج كيك. وصفة سهلة خفيفة، والأهم إني أعمل لكم إياها بالجرامات مش بالكوب عشان تطلع معكم كل مرة 100% صح. بنبلش ب3 بيضات، وتأكد إنهم بحرارة الغرفة. 250 جرام سكر، معلقة صغيرة فانيلا، وبنخلط. البيض صار جاهز عندي، لازم يكون هيك قوامه. يلا نكمل. 100 جرام لبن يوناني، 100 جرام زبدة بحرارة الغرفة، وبنخلط. راح احتاج برتقالة، هي البرتقالة. بعد ما خلطت البيض والسكر الزبدة واللبن مع بعض، عندي حبة برتقال تقريبا 300 جرام وزنها. بدي استعمل كل اشي فيها، فراح ابلش ببشر الاورنج بهاي الطريقة. ونحاول، هاي تريك مني لإلكم، دايما نبرش فوق الخلط لما نعمله، عشان زيت الاورنج او زيت الليمون او اي اشي حمضيات كل الزيت يفوت جوا ويعطينا طعم اغنى. بعد ما برشت الاورنج بدي اشيل كل الطبقة البيضة، لانه هاي بتعطي مرار احنا ما بدنا اياه جوا الكيكة. هذا اللي بدنا اياه. هلا بدي اقصها لمكعبات صغيرة عشان اهرسها بالبلندر. ومعلومة كتير مهمة، تأكد انه الاورنج والبرتقال ما فيه بذر، ضروري جدا. إذا بتسألني أو بتسأليني ليش ما عصرت البردان؟ لأنه بدي اللب تبع البردان جوا الكيكة عشان يعطي طعم خيال. بننزل بالطحين، بيكنج باودر، والبيكنج سودا. بننخلهم. وأول خطوة بنشغل الفرن من تحت مع مروحة على حرارة 175. نستنى ليها عشان ما نجيبش العيد شباب. نخلط على الهدى عشان احنا عم نعمل كيكة مش عم نعمل مجزرة. هيك خلط الكيك صار جاهز. هلا نسكبه بالقالب. عشان نسكبه بالقالب لازم نجهز القالب. شوية زيت نباتي، بتأكد انه يمشي على كل. في فرشاية عنا. شكرا. بهاي الطريقة. من بعدها معلقة طحين، ضروري للشباب تحديدا توسخوا، لانه اذا ما وسختوا بالمطبخ ما في متعة. ونقول بسم الله. نزل بالخليط جوا القالب، ودقة 2 و3 صارت جاهزة للفرن. وزي ما اتفقنا الحرارة 175 من تحت ومروحة. نحط الكيكة بالفرن والمدة تقريبا 45 دقيقة. هلا رح نعمل الجليز اللي هو الاورنج جليز. رح نحتاج عصير اورنج برتقال، بس هذا الاورنج مش عم بنعصر معي منيح فعم بتكسر، فانتم يعني بدنا نعصر عصير. بنضيف عصير الاورنج جوا الكاسرول. معلقة كبيرة سكر بودرة. ما عندكم سكر بودرة تقدروا تطحنوا السكر العادي، ما عندكم مطحنة تطحنوا السكر العادي حطوا سكر عادي. ومعلقة نشا. بنخلط كل شيء على البارد لحد ما يذوب النشا والسكر معانا، وبنرفعها على النار. بنخليها على النار على حرارة متوسطة، بنضلنا نحرك لحد ما تتسبك معانا. وهيك الجليز صار جاهز عندي. بخليه على جنب لحد ما الكيكة تستوي. شايف إذا أنها جاهزة 100%. في السباتشولا
بس بدي أتأكد إنه الحواف مش ملزقة جوا القالب. راح أجيب صحن والمفاجأة فولي قديشها طرية. ما تنسوا تكتبوا لي تحت بالكومنتس ايش بتحبوا في الوصفات الجاي.